انت خسران كام في البورصه؟ رقم كبير؟ حاسس ان الدنيا خلاص بتقفل؟ طب اسمع دي. شركه بركشاير هاثاواي اللي ماسكها وارن بافيت او اللي كان ماسكها يعني، القيمة السوقية بتاعتها نزلت أكتر من 70 مليار دولار الفترة اللي فاتت بسبب تقلبات السوق الأمريكي، أسهم التكنولوجي نازلة، الفايدة عالية، التضخم لسه مسيطر. تفتكر وارن بافيت اتوتر؟ باع؟ غير استراتيجيته؟ ولا أي حاجة من دول. في اجتماع 2025 بافيت قال بمنتهى الهدوء اللي بيحصل ده ولا حاجة، ده جزء طبيعي من اللعبة. الراجل اللي عنده تريليون دولار أصول مش شايف إن السوق بيقع، هو شايف ان السوق بيتنفس. ليه؟ لانه بيستثمر في شركات مش في اسعار. هو مش بيشتري سهم عشان هيكسب منه بكره، هو بيشتري بيزنس ويستنى سنين. وهو فاهم حاجه مهمه، السوق بيتقلب بس القيمه الحقيقيه بتفضل، واللي بيكسب في الاخر هو اللي بيستحمل مش اللي بيهرب. فلو انت خايف من الخساره اللي عندك، اعرف ان اللي خسر عشرات المليارات قدامك قاعد بيشرب كوكاكولا وبيبتسم. الفرق ان هو فاهم اللعبه وانت لسه بتتفرج عليها.